في كان بيقول في الكونتنت بتاعه لو ما عندكش وقت تعمل كونتنت او ما عندكش امكانية تعمل محتوى خالص. جيري في كان بيقول جملة عظيمة جدا: produce once distribute forever. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعمل محتوى مرة واحدة زي بودكاست مثلا انت بتعملها للناس، وقسمها على شورتس كتيرة على مدار الشهر. طبعا دي فكرة مش بطالة، بس لو احنا عايزين نطبقها فعلا في الشغل والبيزنس يبقى لازم تسمع الحلقة دي. اهم حاجة في الكونتنت كريشن انك ما تتسرعش. اكتر حاجه بتعطلك في الكونتنت كريشن او صناعه المحتوى عموما انك انت بتتسرع جامد جدا، فما بتظبطش الاضاءه كويس، ما بتركزش في الكلام اللي انت هتقوله، ما بتركزش في المحتوى او مين الناس اللي انت هتسمعه او مين الناس اللي هيسمعوا لك ومين الناس اللي هتسمع لك وتاخد بكلامك. كل الكلام ده بيفرق جدا في صناعه المحتوى. لو انت عايز من الحاجه دي نتيجه لازم تديها حقها. افهم كويس اساسيات الاضاءه، اتعلم شويه في المونتاج مش هتضيع وقت، اقرا شويه عن الماركتينج والسوشيال ميديا، اتعلم شويه عن المنصات المختلفه زي انستجرام وتيك توك او لينكد ان، ايه الفرق ما بينهم كلهم. صدقني مش هتندم. كل مهاره انت بتتعلمها في حياتك بتفيدك في صناعه المحتوى، ايا كانت بقى المهاره دي ايه. وطبعا كالعاده لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير والحاجات الغريبه اللي بيقعدوا يقولوا عليها دي. اشوفكم على خير. اللي جيري في دايما بيركز عليه يعني ايه تعمل كونتنت لمده ساعه مثلا، او تعمل محتوى لمده ساعه او ساعتين، حسب الوقت اللي انت بتعمله. او لو انت مثلا بتعمل فيديوهات فلوج على اليوتيوب، تقدر تاخد شورتس من الفيديوهات بتاعتك اللي على اليوتيوب، وتقدر تقصها بالاي اي دلوقتي او تعمل لها ايديت بسيط وتمنتجها تاني. الكلام ده بيوفر عليك وقت وجهد كبير جدا. انك تقعد ساعة واحدة بس تركز فيها في المحتوى بتاعك، في كل كلمة انت بتقولها، وتطلع كلام يعني يكون طالع بقى، عارف انت بتخش في الفلو او في الحالة بتاعت اللي هو عقلك خلاص بيبقى سارح كده، فانت قاعد بقى الكلام بيطلع تلقائي من تلقاء نفسك. مش محتاج تفكر كتير في الكلام، خلاص انت حضرت وعارف الكلام اللي انت هتقوله. انك تقعد ساعة بس تحضر للمحتوى بتاعك في قعدة واحدة في جلسة واحدة، تظبيط الإضاءة مرة واحدة، كل حاجة بتخلص في مرة واحدة بس، وتبقى على مدار الشهر انت عمال تنزل محتوى مستمر، على الأقل كل يوم بتنزل فيديو واحد بس. في بيقول لك نزل 10 في 7 منصات مختلفة. يعني يا أخي اتقي ربنا شوية لو انت ما بتنزلش كونتنت خالص لحد النهاردة. ودي واحدة من الحلقات بتاعته اللي بتتكلم عن ازاي تعمل محتوى لمرة واحدة ويعيش معاك على طول. لو عايز لينك الحلقة اكتب لي في التعليقات جيري في وانا هبعت لك الحلقة على الخاص. اشوفك على خير. من اكتر الحاجات اللي بتواجهنا ككرييتورز او كصناع محتوى في السوشيال ميديا، في صناعة المحتوى عموما، انك تكون حقيقي او تكون انسان. وده اللي انا قعدت فترة كبيرة اسأل فيه تشات جي بي تي. انا عايز اكون انسان، وكل ما انسى ان انا انسان فكرني ان انا انسان. ليه؟ ساعات ما بنبقاش رحماء بنفسنا كفاية، ساعات ما بنبقاش مركزين كفاية، ساعات بنكون متشتتين بزيادة. كل ده بتأثر علينا، بتبان في البادي لانجوج بتاعتنا، بتبان في كلامنا، بتبان في أسلوبنا. ساعات بنكون بعيدا عن المضايقة والزعل، ساعات بنكون متضايقين أو زعلانين فمش قادرين نطلع أو يعني نعبر عن إنسانيتنا الحقيقية في المحتوى اللي احنا عايزين نقدمه. فنصيحتي ليك كصانع محتوى أو ككرييتور أو كواحد بيقدم محتوى عن الشغل بتاعه بس هو مش صانع محتوى، انك تفصل مشاعرك عن المحتوى. ودي يمكن من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها في صناعة المحتوى، بس حقيقي حقيقي لو انت اتقنت ازاي تفصل مشاعرك عن صناعة المحتوى، انت هتعمل محتوى بالعبيط، تعمل محتوى بكمية ضخمة جدا جدا جدا، لان كلنا عندنا افكار بس الشاطر اللي يعرف ينفذ. ولو عايز اعمل لك حلقة عن ازاي تفصل مشاعرك في صناعة المحتوى اكتب لي في التعليقات وخلينا نشوف الموضوع ده. وافتكر دايما الشاطر هو اللي بيعرف ينفذ. اشوفكم على خير.